فهناك من يكذب على الله، وهناك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين خرجوا علينا بهذا الكم الهائل من الأحاديث القدسية الموضوعة المكذوبة. منها مثلا، وهو حديث مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وإنما مشهور بين الناس، يقوله كثير من الناس. قال الله تعالى: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. حديث قدسي منسوب إلى الرب العلي، ولكنه مكذوب على الله ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح الحديث لا سندا ولا متنا، لأن الذي يقول للشيء كن فيكون وحده هو الله جل علاه، وليس المصطفى وهو من هو. فلا ينبغي البتة لعبد بعد ذلك أن يدعي مهما ارتقى إلى ربه جل وعلا، ومهما وصل إلى ما وصل إليه من يقين وتوكل وإيمان، أن يقول للشيء كن فيكون، لأن هذا من خصائص الملك وحده الذي يملك الكون ويدبر الأمر. قل إن الأمر كله لله. قال جل علا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشاهد أن الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع الذي وضعه الوضاعون واخترعه الكذابون. ومن ثم واجب على العلماء الربانيين وعلى الدعاة الصادقين الذين يتكلمون في الأحاديث القدسية وينقلونها عن سيد البشرية عن رب البرية جل جلاله، أن يحققوا الحديث قبل أن يرددوه وقبل أن يبلغوه، لأنهم يوقعون عن رسول الله ويوقعون عن الله جل علاه. فلا يجوز البتة لعالم أو لداعية رباني أن يذكر حديثا قدسيا إلا إذا تحقق من صحة الحديث سندا ومتنا. فالسند والمتن هما معيار القبول والرد لأي حديث قدسي أو لأي حديث نبوي. السند والمتن. السند يعني سلسلة السند، سلسلة الرجال، وقد فصلت ذلك في أول شرحنا لحديث جبريل، وبينت معنى السند وبينت معنى المتن، وذكرت أن السند هذا من أعظم مناقب هذه الأمة ومن أعظم نعم الله على هذه الأمة. ولا أعلم على الإطلاق دينا ولا حديثا ولا آية ولا سيرة تنقل بالسند الصحيح كدين الإسلام، قرآنا وسنة، عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، القرآن الكريم قطعي الثبوت لأنه منقول إلينا بطريق التواتر. أما الحديث القدسي ليس قطعي الثبوت، ولكنه ظني الثبوت، لأنه لم ينقل إلينا بطريق التواتر، وإنما فيه الصحيح، فيه الضعيف، فيه الحسن، فيه الموضوع أي المكذوب أي المردود. ومن ثم فواجب على العلماء أن يحققوا الحديث القدسي سندا ومتنا. فالسند والمتن هما معيار القبول والرد لأي حديث قدسي أو لأي حديث نبوي. هذا أيضا فارق جوهري كبير بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. ثالثا، القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه. القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، فاللفظ والمعنى من عند الله جل علاه. والحديث القدسي ليس معجزا بلفظه ومعناه كإعجاز القرآن لفظا ومعنى. صحيح الحديث القدسي لفظه من عند رسول الله سيد البلغاء، سيد الفصحاء، إمام الأتقياء، خير من نطق بالضاد وتكلم باللغة، لكن لا، شتان
بين لفظ القرآن الكريم ولفظ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاللفظ القرآني كلام الرب العلي، وكلام الله جل جلاله فضل كلام الله على كل كلام ولو كان كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فضل كلام الله على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. فالقرآن الكريم معجز بلفظه، معجز بمعناه. حار البلغاء في بلاغة القرآن لفظا ومعنى، بل ووقف الفصحاء مدهوشين مأخوذين أمام فصاحة القرآن وبلاغة القرآن. وقد بينت ذلك بفضل الله في حلقات التفسير. لقد شهد أهل الفصاحة وأهل البلاغة للقرآن الكريم وأعلنوا عجزهم وإفلاسهم في أن يأتوا ولو اجتمعوا بصورة واحدة من صور القرآن الكريم على نسقه لفظا ومعنى. وقد فصلت ذلك مرارا وتكرارا، ولكن يكفي أن أذكر فقط بقول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن الكريم أيها الأفاضل لفظه ومعناه من عند الله جل علاه، فهو معجز باللفظ معجز بالمعنى، معجز باللفظ معجز بالمعنى. نعم، أما الحديث القدسي فلفظه من عند رسول الله ومعناه من عند الله تعالى، ولا يمكن أبدا أن يرتقي في الإعجاز لفظا ومعنى إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام رب العالمين لفظا ومعنى. أيضا من الفروق المهمة جدا بين القرآن الكريم والحديث القدسي أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم، نحن نتعبد إلى الله بتلاوة القرآن الكريم في الصلاة، إذ لا تصح الصلاة بغير سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنحن نتعبد بتلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، ونؤجر على كل حرف كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون على كل حرف 10 حسنات. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن متعبد بتلاوته، نؤجر على كل حرف من حروفه ب10 حسنات، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا نتعبد بتلاوة الحديث القدسي في الصلاة، ولا نتعبد بتلاوة الحديث القدسي في غير الصلاة. لكن لا أنكر أن من قرأ حديثا قدسيا متدبرا لمعناه قربه هذا الحديث إلى الله، لا يحرم إن شاء الله تعالى من الأجر ومن الفضل. لكن شتان بين أجر من يقرأ